السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم اللوبيا المغربية الأصيلة الغنية عن التعريف. شوفوا كيفاش كتجي وشوفوا معايا المريقة كيفاش كتجي خاترة. شوفوا الختارة ديال المريقة كيفاش كتجي، يا سلام صراحة كتجي خطيرة. المهم بلا ما نطول عليكم وندوزوا للمقادير وطريقة التحضير. في طنجرة غادي ندير واحد 5 د الطروفه د العظومه، ماشي اللحم البنات، غير العظومه. صافي غادي نديرهم في الطنجره بلا زيت، وغادي نشعل عليهم وغنقص عليهم العافيه حتى يتشربوا لي شويه داك الماء اللي كيكون فيهم، ينشفوا شويه من واحد الشيء. هذيك الماء اللي كيكون كيطلق اللحم ينشف شويه، عاوتاني نقلبهم على جهه اخرى، عاود نخليهم حتى ينشف من داك الماء اللي كيطلق اللحم. صافي من نهار غادي ينشف معانا، كتشوفوا شويه نشف. صافي كنعمل له الزيت، ديك الساعه عاد كنعمل له الزيت. البنات الدجاج بالاخص ضروري خصكم تعملوا له هذه الطريقه، ضروري سينو كيجي باسل. اول حاجه خصكم تعملوه بلا زيت حتى يشرب داك الماء اللي كيكون فيه، عاد نديروا له الزيت بالاخص الدجاج. المهم صافي ديك ساعتك كنبقى نحركو، اذا عملتو شويه ديال الزيت عملوا البلديه، خلطوها الروميه داكشي اللي متوفر عندكم عملوه. انا هنايا عملت الروميه. صافي هنايا عندي 5 د الفصوص ديال الثومه، واحد البصيله صغيره، وثلاثه ديال المطيشات محكوكين، كلشي محكوك، الثومه والبصله ومطيشه كلشي محكوك. صافي غادي نخلط الكل. كيفاش شفتوا في الاول بحال اللي كتلصق، صافي نهار كتعمل هكا مطيشه والبصله وداكشي صافي كيبدا يتطلق كلشي، ما كيبقى حتى حاجه لاصقه. صافي يعني ما تخافوش. صافي ديك ساعتك غادي ندوزو دابا نعملو العطريه ديالنا، كل واحد كيفاش كيدير العطريه ديالو. انا كنشارك معكم الطريقه ديالي. كوتشاره ديال الفلفله حمراء او البابريكا، كوتشاره ديال الخرقوم، كوتشاره ديال السكنجبير. هاد الكوتشاره البنات راه صغيره شويه. آه كنعمل كنعملها عامره. صافي ديك الساعه كنعمل شويه ديال التوابل ديال اللحم. وهنايا الكمون انا نسيتو، واحد كلشي، هذا الكمون انا نسيتو عملته حتى الاخر. ديك الساعه غتشوفوه معايا. صافي كندير الملحه كتبقى على حسب الذوق. انا ماشي من الناس اللي كيديروا الملحه حتى كطيب الماكله عادي كندير الملحه. لا انا كتجيني خصني نعملها دابا، لان من بعد ما نعملش الملحه دابا يعني كتجيني باسله. ديك القضيه ان الملحه دار حتى الاخر كنديرها في لي باط في الماء. ملي ما كنعملش الماء نهار كيغلي باش نديرو لي باط، كنخليه حتى كيغلي عاد كندير الملحه. المهم كل واحد كيفاش كيطيب، انا كنشارك معكم طريقتي. صافي انا بالنسبه لي ما نخليش الملحه الاخريه، لان الملحه كتعطيها اللذه، خصها طيب مع اللحم ولا مع اللوبيا باش كتطلق اللذه ديالها، ماشي الماكله طيب مسوسه حتى ناخر عاد نعمل لها الملحه. ما عرفت كل واحد وطيابو. المهم انا كنشارك معكم بحال اللي قلت لكم طيابي. هنايا كنشحر مزيان داكشي بحال اللي كتشوفوا معايا، داك التوابل مع ديك اللحم وداكشي كامل كنشحرو. صافي ديك ساعتك كنمرق الماء طايب، انا من الكريفو طايب كنمرق. المهم على حسب اللوبيا اللي عندكم. انا عملت نص كيلو ديال اللوبيا عندي، كنشري هذا ديال كيلو، كنعمل منه جوج د المرات، كنقسمها على جوج يعني راه نص كيلو. شفتوا بحال اللي قلت لكم الكيمون راني كنت نسيتو، دابا عاد زيدتو، معليش المهم راني زيدتو. وعملت صافي ديك الساعه ملي كنمرق كنعمل اللوبيا ديالي. نسيت مطيشه ديال الحك في الاخر عاد عملتها البنات، ما تنساوهاش راني كنت نسيتها. زيدوها نتوما مطيشه ديال الحك باش كتعطي لها ديك اللوين الحميمر. ما بانتش معايا المقطع مشى ليا البنات سمحولي. صافي وكنزيد شويه ديال القرفه، العود صغيور هيدايا ديال القرفه باش كيعطيه واحد النكهه، غير بحال اللي كتشوفوا غير صغير. صافي باش كتنسم به وصافي. وصافي وكنشد الطنجره ديالي بحال اللي كتشوفوا. انا خدات معايا نص ساعه ديال الطياب. فزقت اللوبيا فزقتها ليله كامله. الوقت ديال الطياب كيبقى على النوعيه ديال اللوبيا، كاين اللوبيا كطيب دغيا، كاين اللوبيا اللي كتعطى، كاين الكبيره وكاين الصغيره على حسب. صافي بعد ما طابت بحال اللي كتشوفوا زدت عليها الربيع وكنحرك الكل مع بعضياته مزيان. صافي ومن بعد كنقدموها في الطبق على هذا الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا معايا، وكتجي خطيره البنات، خطيره. خاصكم تجربوها، ضروري تجربوها وردوا عليا الخبر، كتجي زوينه بزاف الصراحه.
صافي. وهنايا بواحد البابي الكوزينه كنمسح داك النقاط اللي تنقطت على الطبسين وانا كنغرف. وهذه هي النتيجه البنات الاخيره. شوفوا معايا التعليكه والمذاق روعه. المهم بلا ما نزيد نطول عليكم، حتى لهنا وصل الفيديو ديال اليوم. قبل ما نختم الفيديو كنبغي نشكر كاع اللي انضموا للقناه. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، بكم القناه كتستمر، كتفرحوني باش وكتشجعوني نزيد للقدام. كنشكركم مجددا. ما بقى لي نقول لكم الا دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.